البنت ما كانتش مصدقه لما شافت عيلة جوزها الفقير بيستخدموا عربية فخمة سعرها $1,000,000 علشان ينشفوا عليها السمك. ولما دخلت البيت لقت السفرة مليانة أكل شكله يجنن، وأخدت لقمة من طبق قبلون واتفاجئت إن طعمه أحلى من أكل الفنادق. وقتها بدأت تشك إن جوزها مش بسيط زي ما كانت فاكرة. هي في الأصل كانت بنت غنية، لكن مرات أبوها كانت بتكرهها فطردتها من البيت. وهي شغالة ساعدت راجل كان بيتنصب عليه، وبعدها اختفت قبل ما يعرف اسمها. بعد شوية مرات أبوها بعتت الحرس يرجعوها علشان تخليها تتجوز بدال أختها الفاسدة اللي كانت هتتجوز راجل فقير. يوم الفرح أختها اتخطفت بعربية فخمة، أما هي فجالها عربية متهالكة. الأخت ضحكت عليها لكن هي ما اهتمتش وركبت. لما وصلت ديك صغير طار وخضها، لكن أم جوزها استقبلتها بحفاوة. بعدها جوزها رجع بالعجلة وتعرفوا على بعض. طلع هو نفس الراجل اللي كانت ساعدته قبل كده. الراجل فرح جدا وقدم لها هدية ملفوفة في قماشة فيها قشور سمك، لكنها اتصدمت لما لقيتها مليانة ذهب. بدأت تشك إن جوزها فعلا بيبيع سمك ولا لأ. أمه قالت لها إنهم مربيين سمك من أجيال، فخدها تشوف المزرعة، واتصدمت لما لقيتها واخدة جبل كامل. شكرها ودالها كارت بنك فيه $1,000,000 مصروف شخصي. وقتها فهمت إنه أكبر صاحب مزارع سمك في المنطقة. وفي المقابل أختها اللي اتجوزت الغني كانت عايشة جحيم، بتتعاقب على أقل غلطة، وحماتها مهدداها بقطع الشغل مع عيلتها. بعدها جوز البنت ناداها تروح حفلة كبيرة. راحت بلبس بسيط وسط ناس فخمين، ولما أختها شافتها هناك اتعصبت وقالت للحراس يطردوها لأنها مرات صياد سمك. بس قبل ما يعملوا كده جوزها دخل القاعة في اللحظة المناسبة.